الخطوبة هي بوابة لعلاقات فاشلة. لو فاهمين إن الخطوبة عبارة عن دلع وهزار وتمثيل، وإنها تجربة عقدك وأمراضك النفسية، وعدم الالتزام بالإطار المحدد ليك في تعاملاتك، ممارسة اختبارات مريضة ملهاش هدف حقيقي، سرقة مشاعر الطرف الآخر واستنفاذها واستغلالها. الخطوبة المفترض تكون فترة وضوح وصراحة، وتجربة مصغرة لحياة مستقبلية هيشترك فيها شخصين بشكل مباشر وفريقين من العائلتين بشكل غير مباشر. يفترض إن يتم استغلال الفترة دي عشان نقيس صحة العلاقة ومدى نجاحها، مش نمثل على بعض ونبين مميزات وصفات أصلا ممكن ما تكونش عندنا. نفضل نفتخر ببراند الشوكولاتة ونعزم الطرف التاني في أماكن يمكن أول مرة إحنا ندخلها. وعلى النقيض ما نخليش العلاقة تبدأ بشكل مريض مليانة بالهواجس والشكوك الغير مبرر، أو تستغل ظروف ومشاعر الطرف التاني لصالحك، وغيرها من الأمراض والخلل في التعاملات. الخطوبة هي فترة تقييم عشان تكون بوابة لعلاقة ناجحة، لازم يكون فيها قدر كافي من الوضوح والأمان. هي خطوة من التقارب الفكري عشان نشوف أفكارنا هينفع تتلاقى ولا لأ. هي خطوة لرسم مسار واضح للحياة، ونشوف هنقدر نرسمها إزاي مع بعض. الخطوبة نقدر نستغلها في صالح العلاقة لو فهمنا الهدف الحقيقي فعلا منها. سنلتقي إن كان في الأول.